صراحة التدخلات اللي في البطولة العربية جدا جميلة، بالذات من الأندية الأفريقية. أنا ماني عارف هل هذا الشيء يعتبروه عندهم يعني من الفن، هل هذا فن، يعني فن عندهم في دورياتهم، ولا بس عندنا، ولا إيه؟ يبوي احنا جايبين لاعبين غاليين، انت تيجي تقعد تكسر لي على كور مال امها داعي، يا ريت مثلا انفرادة حاجة حق نقول يلا، بس يا رجل اللعب كله عنيف. يا رجل شوف هنا طارق حامد كويس انه طلع عايش، الرجال لعب شوط كامل وبعدها على المستشفى. يعني لازم نلعب بهدوء، لانه احنا جايبين لاعبين غاليين. التدخل ده على كوره ميته، ليه انت تخسرني قيمه لاعب زي السد؟ لاعب جابوه يقول لك ما ادري ب 50 مليون، والله ناسي الرقم بس الرقم كبير. اللاعب من اول دقيقه كان بيلعب مع فريق تونسي او مغربي، والله ماني عارف. من اول دقيقه اللاعب اتصاب رباط. تخيل تجيب لاعب تدفع له مثلا كم مليون، شيء كثير، وفي النهايه ايش؟ يتصاب من اول دقيقه. طب يا ابوي التدخلات كلها من الخلف ليه اصلا؟ ما بنشوف احنا التدخلات في الدوري السعودي كذا، ولا في الدوري الانجليزي، ولا في اي دوري. يعني ماني عارف ليش التدخلات كذا اصلا. بس والله الحمد لله على سلامة طارق حامد، واتمنى من نادي التونسي الصفاقسي، والله انا كل شويه بتلخبط في اسمه، يهدوا شويه، لان هم في المباراه الاولى قدام الشرطه العراقي نفس الشيء، ايش اخذوا احمر، والمباراه دي اخذوا احمر. فاهدوا شويه، والله انا عارف انكم متحمسين وتبغوا ان شاء الله يا رب ان تكون البطوله من نصيبكم يا اخي زي نفسكم فيها، بس لا تخسرون ولا تكسروا. وبس والله يعطيكم العافيه، وبس مع السلامه.